إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم عليه وسلم وزد وبارك، وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، عنوان هذا اللقاء: والله شهيد على ما تعملون. أيها الأحباب، اعلموا أن الدنيا دار اختبار وابتلاء وشدة وعناء. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أن يعيش الإنسان في الدنيا عمره المقدر له في مشقة وتعب وضنك ونصب، يكابد مشاقها ويتلذذ بمتعها، فمتاعها ظل زائل وزخرفها لهو راحل ثم يرحل عنها. قال سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي تغر الإنسان وتخدعه فيظن طول البقاء، وهي نعمة زائلة وزهرة ثانية ولا شيء يدوم عليها. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالذي يدرك هذه الحقيقة يجعل الدنيا دار ممر لا مقر، يؤدي أمانة الله فيها ثم يتخذها طريقا للآخرة. قال سبحانه وتعالى: وما عند ربك خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي وثواب الله تعالى باق سرمدي، وهو خير من متاع الدنيا الفانية، فلا تقدموا الفاني على الباقي. واعلموا أن أعمالكم مشهودة وأقوالكم مكتوبة، فالقليل منها في الخير مذكور وصنيع السوء فيها مذكور. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى شهيد على أعمالنا، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، يخبرنا بما عملنا يوم القيامة ويذكرنا بما أحصاه علينا في صحائفنا. قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فلنتذكر في ذلك اليوم
إذا دعينا لحضور أعمالنا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدها، إنه موقف أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك، أي توقف عن القراءة يا ابن مسعود. فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: بكى النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا على أمته. فيا فوز من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن التأسي والاقتداء، ويباهي به وملائكة السماء. عباد الله، واعلموا أيضا أن الملائكة تشهد على أعمال الإنسان. قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي يكتبون عليكم جميع أعمالكم. وقال سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان الحسن البصري رحمه الله يقرأ هذه الآية ويروي في تفسيرها ويقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، اعمل ما شئت أقلل أو أكثر. حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، وقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قال سبحانه وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبة. وقال بعض الصالحين: هذا كتاب لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك قرطاسه، وأنت كنت المملي على حفظتك، ما زيد فيه ولا نقص منه، ومتى أنكرت منه شيئا يكون الشاهد فيه منك عليه. أيها المؤمنون، الشهود على الإنسان كثر يوم القيامة، ومنها أعضاؤه وجوارحه التي يدافع عنها وينافح لأجلها. قال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وانظر إلى أدب الصحابة، في كل شيء كان يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: الله ورسوله أعلم، أما نحن فنعلم في كل شيء. الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الحق سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا.
فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق أعضاؤه بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيها المؤمنون، فلنعمل في هذه الدنيا صالحة، ولنعمل أن الأعمال مشهودة والأقوال مكتوبة، ولا يخفى على الحق سبحانه وتعالى منها شيء، واعلموا أن الله شهيد عليكم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعش أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم وإلى أن يبعث الناس غدا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى، واعلموا أن الأرض شاهدة على ما يعمل فيها الإنسان، وتتنطق بشهادتها أمام الواحد الديان. فعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. فقال: تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد على كل عبد وكل أمة وعلى كل عبد وأمة يوم القيامة تقول عامل في يوم كذا وكذا وكذا، فهذه هي أخبارها. أيها الأحباب، كما قلت لكم فلنعمل صالحا ولنعلم أن الأعمال مكتوبة، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمورنا، وستأخذ الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، يطير من الفرح لأنه أخذ صحيفته بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله فالويل كل الويل لمن يؤتى كتابه بشماله. أيها الأحباب، أخوانكم في لجنة المسجد استحدت لكم على جمع التبرعات لهذا البيت، فجودوا ولا تبخلوا على بيت الله عز وجل. فقد جاء الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله، فأوصاه بالصلاة والصيام، وقال له: يا معاذ، والصدقة تطفئ والخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأينا لم يخطئ؟ فجودوا وأطفئوا خطاياكم بالصدقة. وجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنزل بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، فلا تبخلوا على بيت الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارض بنا بما جرت فيه المقادير، فإنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم طهر قلوبنا من الزيغ والحق والحقد والحسد والقصاص، واجعلنا متحابين متآخين فيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله